ثابتة تصاعدية، سواء كان على مستوى المنتخب الأول أو حتى على مستوى الرديف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وقاعد يثبت هذا المنتخب يوم بعد يوم أنه فعلا يستحق أن يكون في مربع الكبار دائما وأبدا، ولما لا، وهو المنتخب الذي تأهل أولا إلى كأس العالم من المنتخبات العربية أجمع. عموما نقول مبروك، اليوم قدموا مباراة جدا قوية جدا حلوة، ونقول للمنتخب العراقي هارد لك ومعوضين خير، لأن أيضا المنتخب العراقي في هذه البطولة بالنسبة لي ورأيي الشخصي كان مختلف تماما عن البطولات السابقة. قدم مستوى قوي، اللاعبين استبسلوا قاتلوا، حتى اليوم المنتخب العراقي كان ممتاز، ما كان سيء، بالعكس حتى ان الشوط الثاني استحوذ على المباراة بكبرها. ولكن في النهاية هناك فائز واحد مباراة وهو المنتخب الأردني. فألف مبروك عثمان حسنات، الله يبارك في عمرك، وأكرر شكري لك على الكنافة الأردنية اللي جاتني اليوم مع أخوك خالد سعيفان. مقصرين. شكرا. نشأة أكرم هارد لك. الله يسلمك ابو جاسم. مبروك عثمان، مبروك كيالي، مبروك للجماهير الأردنية. الله يبارك فيك. الأردني الصراحة وهارد لك للمنتخب العراقي والشعب العراقي والجماهير العراقية. صراحة أبو جاسم أنا جدا فخور بزملائي وإخواني اللاعبين، فخور بهذا الفريق الممتاز المميز اللي أثبتوا بكل جدارة أدائهم، إذا كان فردي وإذا كان جماعي. ممتن جدا للمدرب اللي جرب أكثر من لاعب، اللي أعطى ثقة لأكثر من لاعب، اللي جدد، تقدر تقول فعليا جدد بالفريق، عكس ما كان في السابق. كان في كثرة اختيار أسماء لكنه ما كان في استقرار. اليوم حتى لو تشوف تغيير 4-5 لاعبين، لكن تشوف أسلوب وطريقة لعب منظمة للفريق. صراحة يعني أنا كنت مستمتع. نعم الشوط الأول كان الأردن نوعا ما أحسن من المنتخب العراقي، لكن أنا أشوف رجل المباراة كان حارس مرمى المنتخب الأردني، فهذا أكبر دليل أنه العراق كان هو الأفضل في المباراة من ناحية الاستحواذ، من ناحية التسديد، من ناحية امتلاك الكرة، وحتى الهجمات. اللي مشكلتنا في مباراة اليوم اللي هي كانت فقط الختامية أو اللمسة الأخيرة في المرمى، أكيد مع تألق يزيد أبو العرب، يزيد أبو ليلى العفو. كان مميز بشكل كبير في مباراة اليوم، وأنقذ مرماه من فرص بالجملة. أنا أخذت لقطة توضح مدى قوة المنتخب العراقي ومدى إصرار اللاعبين وتمركز اللاعبين. أبو جاسم هذه ممكن من المرات القليلة دائما الكرة الثانية تكون